السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله نتطرق لموضوع تغيير لغة الجوجل كروم. في بعض من الناس بيكون عندها جوجل كروم باللغة الإنجليزية وعايز يحمل جوجل كروم باللغة العربية، فبيبحث على الإنترنت وبيحمل جوجل كروم يدعم اللغة العربية، في حين إن جوجل كروم اللي شغال معاه ممكن يحوله للغة العربية. يعني لو فتحنا مثلا جوجل كروم وفي نجيب السيتنج وننزل أسفل الصفحة هنلاقي show advanced setting، عرض الخيارات المتقدمة والإعدادات المتقدمة. هننزل إلى اللغات language، هنلاقي language and input setting، هنختارها أو نختار manage language، هما الاتنين بيدوا نفس النتيجة. هنلاقي هنا اللغات، هنختار طبعا هو اللغة اللي شغالة اللغة الانجليش يونايتد ستيت، هنختار اللغة العربية وهنختار display جوجل كروم in this language، يعني عرض جوجل كروم بهذه اللغة. نضغط على هذا الخيار، يدي رسالة بيقول انه ايه please close all جوجل كروم ويندوز، يعني برجاء غلق جميع نوافذ جوجل متصفح جوجل كروم واعادة تشغيله اللي يتم تثبيت هذا التغيير. فنضغط done وهنقوم بغلق جميع النوافذ وغلق المتصفح. هنفتح جوجل كروم مرة أخرى، هنلاقي إن الوضع اتغير وإنه الإعدادات أصبحت على الجهة اليسار. هنضغط هنا هنلاقي كل إعدادات الجوجل كروم أصبحت باللغة العربية. هنضغط على الإعدادات، مثلا لو أنا عايز أحوله من اللغة العربية للغة الإنجليزية هضغط على الإعدادات وهنزل برضي عرض الإعدادات المتقدمة وهنزل أجيب اللغات وأضغط على إعدادات اللغة والإدخال أو إدارة اللغات، هم الاثنين زي بعض. وهنا هختار اللغة الإنجليزية، يعني هو بالعربية هختار اللغة الإنجليزية للولايات المتحدة وأضغط على عرض جوجل كروم بهذه اللغة وأضغط تم. هيديني رسالة، احنا ما عملناش طبعا ايه، ما ضغطناش. هنضغط على عرض جوجل كروم بهذه اللغة، هيديني رسالة رجاء إغلاق جميع نوافذ جوجل كروم وإعادة تشغيله حتى يسري هذا التغيير. هضغط تم، هيرجع جوجل كروم باللغة الإنجليزية مرة أخرى. لما نفتحه تاني هنلاقي إنه جوجل كروم رجع تاني باللغة الإنجليزية. فدي بكل بساطة وسهولة أنت تقدر تغير لغة الجوجل كروم من اللغة الإنجليزية إلى العربية أو العكس بكل سهولة وبساطة. يا رب الدرس يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.